بنتيجه 2-1 الاهلي بيحقق انتصار غالي ليه النهارده على نادي انبي على ارضيه ملعب بترو سبورت. طبعا في حاله من عدم الرضا كانت واضحه على لاسارتي مدرب الاهلي بعد انتهاء اللقاء. طبعا خليني اكلمكم على كواليس لقاء النهارده. في البدايه كده كان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقياده مستر اجيري كانوا حريصين اللي هم يبقوا موجودين في المدرجات النهارده من قبل انطلاق اللقاء كده، كانوا موجودين. النهارده بقى رمضان صبحي كده وعدد من مدراء الاهلي وهم قاعدين، بدا رمضان وهو قاعد يوزع عليهم كده حلويات وقاعد بدا يحدف لهم وقعدوا بياكلوا كده وهم قاعدين من قبل انطلاق اللقاء. كذا حد من الناس اللي كانت موجوده كانت حريصه قوي اللي هي تروح وتتصور مع لعيبه الاهلي. لو كلمتكم عن اللقاء النهارده مستر لاسارتي كان حريص من اللحظات الاولى اللي هو كان ماسك في ايده ورقه وقلم كده وعلى طول كان بيدون وكان بيكتب كل حاجه بتحصل. طبعا كابتن علي ماهر بقى النهارده المدير الفني الانبي هو اللي كان واقف دايما بيطلب من لعيبته اللي هم يضغطوا على الاهلي ويقابلوهم بدري بدري. كذا حد من مجلس او من جهاز انبي كده كان بيعترض بشكل مستمر على حكم اللقاء، لكن النهارده بقى الاجواء اتغيرت خالص. اول لما جه الجول الاول الاهلي كان في حاله من الصدمه القويه ظاهره على علي ماهر، كان باين عليه يعني الحزن والصدمه القويه اول لما جه الجول الاهلي. والاهلي كل طبعا جمهور الاهلي بقى ودكه الاهلي كلها احتفلت بشكل قوي جدا. اول لما انتهى الشوط الاول في يعني عدد من مسؤولي كده جهاز انبي راحوا للحكم يعني واعترضوا عليه بشكل خفيف وبعدين مشوا على طول. النهارده بقى شريف اكرامي هو بيسخن، كان في واحد كده من الناس اللي كانت موجوده في الملعب كان حابب اللي هو يتصور معاه وراح وهو بيجري كده شريف حوالين الملعب، لكن شريف رفض في البدايه وقال له يعني اللي هو بيسخن مش هينفع يقف. بعدين وهو بيلف اللفه الثانيه وقف له ناداله شريف ناداله مخصوص ووقف له وتصور معاه فعلا وبعدين كمل تسخينه. الشوط الثاني بقى الدنيا كانت سخنه جدا عند جمهور الاهلي. اول لما لعيبه الاهلي نزلت الملعب بدا كل جمهور الاهلي يهتف الدوري يا اهلي. الدنيا كانت شاده جدا. كان في اعتراض قوي من الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده ومن دكه الاهلي على الصباحي، كانوا معترضين عليه وكانوا شايفين ان في قرارات خطا كتير هو بياخدها، وده اللي ظهر على سيد عبد الحفيظ بقى اول لما جه الجون الثاني الاهلي. يعني سيد عبد الحفيظ حدف كده الازازه اللي كانت في ايديه وكان باين عليه اللي هو يعني مشدود جدا وكان خايف من نتيجه 1-0. حاله من السعاده طبعا كانت مسيطره على كل جمهور الاهلي اللي احتفل بشكل قوي. وبدا بقى بعد الجون الثاني يسخر من نتيجه الزمالك كده في الكونفدراليه. كان في احد كده يعني المشجعين ذو القدرات الخاصه النادي الاهلي اسلام المشجع المعروف الاهلاوي كان قاعد النهارده وماسك يعني الكوفيه بتاعه كده وعمال يشجع مع الجمهور اللي كان موجود في المدرجات من ارضيه الملعب. الدنيا كانت متغيره خالص بعد الجون الثاني للاهلي، كل الجمهور بدا يهتف للاعيبته بشكل قوي لحد بقى لما جه الجون الاول انبي. بانت الصدمه القويه جدا على محمد هاني لان هو كان خارج كده مصاب، والجون بتاع انبي الاول بيجي كان باين عليه الصدمه القويه. بدا بقى يعني دكه انبي كده تطالب للاعيبتها اللي هي تركز في الماتش. اول لما جه الجون الثاني انفعل اللي اتلغى لانبي، انفعل مستر رسالتي بشكل قوي جدا، يعني فضل يزعق كده وكان باين عليه الانفعال اللغو رغم ان يعني ان الجون اتلغى، لكنه كان باين اللي هو مش عاجبه اداء اللعيبه وكان باين اللي هو مش عاجبه تراجع الاداء في اللحظات الاخيره للاهلي. طبعا دكه انبي النهارده اعترضت بشكل قوي جدا بعد يعني الغاء الجون الثاني، وده اللي ظهر بقى بعد انتهاء اللقاء. برده عدد كده من مسؤولي دكه انبي راحوا واعترضوا على الصباحي واعترضوا على حكم الرايه اللي حسب الكره اوفسايد. كان باين ان هم مش عاجبهم من الاداء التحكيمي، وده اللي ظهر لما احد مشجعي انبي اللي كانوا موجودين في المدرجات حدف ازازه ميه كده اثناء خروج طاقم التحكيم من الملعب اللي كان معاهم يعني تامين كده من امن الملاعب كان خارج معاهم، لكنه حدف عليهم ازازه ميه وبداوا يزعقوا على الصباحي وعلى طاقم التحكيم بتاعه. كان باين عليهم عدم الرضا، وده اللي كان ظاهر على مستر رسارتي وهو خارج. كان باين اللي هو مش عاجبه اداء لعيبته وكان طالع من الملعب باين اللي هو حزين من يعني من النتيجه. لكن 3 بونت غاليين جدا لكل الاهلاويه. مليون مبروك للاهلي وهارد لك للنادي انبي.